هو ليه مزراوي كان بيتخانق مع نايف اكرد؟ تعال احكي لك القصه. في ماتش المغرب وجزر القمر كان في هجمه للمنتخب المغربي، لكن مدافعين جزر القمر قطعوها منه، واثناء الهجمه المرتده سفيان مرابط عمل تاكلينج في نص الملعب لكنه ما نجحش فيه، والكره في الوقت ده بقى راحت لنايف اكرد اللي وقف بيها على الخط ومفكر ان ده فاول عشان مهاجم جزر القمر يقطع منه الكره بكل سهوله ويروح بيها مباشره على الجون. في الوقت ده بقى بنشوف مزراوي وهو راجع يغطي علشان الهجمه المرتده اللي حصلت على فريقه، والمهاجم الثاني بيقرر يشوط، لكن ياسين بونو الاسد وقف وقطع الكره. في الوقت ده بقى وقف مزراوي وكان بيعنف نايف اكرد عشان يقول له ما تتهاونش في اللعب مع الفريق، لكن نايف اكرد اتعصب وقال ان انا ما تهاونتش في اي حاجه، لكن في النهايه فعلا سمعت صوت الصفاره. على العموم ده بيبين لك قد ايه لعيبه منتخب المغرب مضغوطين ومركزين كويس جدا وعينيهم على البطوله مش اي حاجه تانية. وعلشان كده قول لنا في الكومنتات تفتكر منتخب المغرب فعلا هيحقق البطوله السنه دي ولا عندك اي بطل تاني؟ وما تنساش طبعا تحمل تطبيق الكوره من اللينك اللي في البايو عشان تسمع البطوله بالكامل بس مباشر، اشعارات قبل وبعد كل مباراه مجانا، وفي كمان جوائز على توقعات المباريات الصحيحه. سلام.